حلو حلو، نسجلها بقى ماشي. هندوس على الزرار الاحمر اللي هنا ده. يمكن ده اكتر فيديو انا مستنيه فعلا من السنه اللي فاتت، من ساعه ما نزل الناثينج فون 1، وكلنا تقريبا عايزين نعرف الشركه دي هتعمل ايه في تاني موبايل ليها. الفكره ان الموضوع كان بالنسبه لي مهم، لان الموبايل ده انا مسكته كموبايل الشخصي فتره كبيره قوي يا جماعه، ممكن فعلا ما لا يقل عن 5 شهور ولا حاجه، بس في الاول وفي الاخر ده موبايل فئه متوسطه، مش الاعلى في الامكانيات يعني. وعشان كده الانتظار خلص مع وصول البوكس ده، مكتوب عليه هنا كده ناثينج. خليني اقول لك ان البوكس ده جواه الناثينج فون 2. اخيرا وصل يا جدعان، انا مش مصدق والله العظيم، ومبسوط فوق ما تتخيل يعني. اكتر موبايل متحمس له السنه دي انا بقى شخصيا، مش بقول لك ان الناس عايزاه او حاجه، انا اللي عايزه فاهم. فخلينا نفتح البوكس ده كده ونشوف الموبايل الجديد منه عامل ازاي. الانبوكسنج الكامل للموبايل ده هتشوفه في فيديو شورت كده هينزل على يوتيوب هنا، فممكن تروح تشوفه بعديه بيوم يعني، هنزله لك وانا بفتح العلبه بالظبط بقى وكل حاجه. بس خليني اوريك كده التحفه الفنيه دي عامله ازاي. دي علبه الموبايل طبعا 100% ريسايكلد كلها. نفتح كده يا معلم، هتلاقي جوه يا معلم الناثينج فون 2. طبعا هي تجربه الانبوكسنج نفسها اتحسنت كتير قوي عن ناثينج فون 1. ناثينج فون 1 كان يا دوبك العلبه دي كده بتطلع منها حاجات، مش عارف تطلع بوكس كده تشوفه. طبعا كالعاده عندك دبوس السيم كاردز بتاعهم المختلف ده، ومعاك كابل شحن من ناثينج مكتوب عليه ناثينج من هنا كده وهنا، شكله جامد جدا والماتيريالز بتاعته تحفه. وهنا كده معاك شويه ورق بقى اللي هم الحاجات اللي ما بنقراهاش دي والحاجات دي كلها. فك يا جدعان الكلام ده عشان الاهم دلوقتي هو الموبايل. خلينا بقى ايه نقلبه كده. هنا عندك رساله كده على الموبايل، وبيقول لك ان الموبايل والعلبه مش معمولين من البلاستيك خالص. فدي طبعا خطوه كويسه بين الشركات طبعا بتسابقوا في الحته دي. هنطلع بقى الموبايل كده ونشوف مع بعض الناثينج فون 2 الجديد. للوهله الاولى كده انت ممكن تظن ان هو شبه الناثينج فون 1، شبهه جدا من بعيد كده، ولكن لما تدقق في التفاصيل بتاعه الموبايل هتلاقيه مختلف تماما. مبدئيا كده الناثينج فون 2 الجديد جايب 11 LED ستريبس، اما القديم فهو كان فيه 5 بس. عايزك تتفرج على القديم معايا وتشوف الجديد. مبدئيا كده الدايره الكبيره دي اتقسمت ل 5 LED ستريبس بدل واحد بس هنا في القديم، والال اي دي اللي كان حوالين الكاميرتين فوق ده اتغير ل2 بدل واحد. دي بعض الاختلافات في الجلاف بتاعهم، ولكن عايز اقول لك بقى ان الموضوع اتاخد في حته ثانيه خالص من حيث السوفت وير. هم عملوا اصيح حاجه ممكن اي حد يفكر فيها، هي فكره ان السوفت وير يبدا يتحكم في الاضاءات دي. ده غير طبعا الماتيريال البريميوم جدا اللي في الموبايل. انت عندك هنا ظهر من الازاز طبعا الملمس البريميوم جدا زي ما انت شايف كده. وعلى فكره لون الموبايل ده هو جراي رمادي مش اسود زي القديم. عايز اقول لك ان القديم الاسود اللي فيه فعلا كان مشكله الى حد ما، مش عارف يظهر حلاوه الموبايل، اغلب التفاصيل كانت مخفيه في اللون الاسود. انما في الجراي بدا يوضح بقى كل حاجه، الخطوط اللي جوه دي التفاصيل الصغيره دي بدات تبان في اللون ده. كده كده اللون الابيض جامد وهنجيبه ان شاء الله ونعمل له فيديو ده كده كده يعني. وطبعا الحواف اللي من المعدن. عايز اقول لك ان الظهر هنا بقى فيه بعض الكيرفات هنا في الازاز، من هنا كده من الحواف كلها، عارف انت الازاز قابب كده واخد كيرف كده، وفي نفس الوقت محافظ على الحواف العريضه اللي هي بتديك ماسكه برده مريحه جدا في ايدك. بس مع الكيرفات دي الموضوع بقى حلو قوي في ماسكه الايد يا جماعه عن الموبايل الاولاني. ناثينج فون 1 هو جاي هنا بازاز فلات تماما مع الحواف، فمسكته فعلا الى حد ما حاده قوي في ايدك، ودي ماسكه كانت كل الناس بتشتكي منها في الايفونز الجديده وفي الموبايل ده. انما دلوقتي حوار الكيرفات ده مسهل قوي ماسكه الموبايل في ايدك. ده غير بقى الناثينج او اس 2 الفيرجن الثاني من السوفت وير بتاعهم. يا جماعه بجد الشركه دي مهتمين بادق التفاصيل. خليني اقول لك بقى ان بقى في اوبشنز كتير قوي في الجلاف ده. اول حاجه الجزء ده من ال اي دي تقدر تتحكم فيه وانت بتعلي وتوطي الصوت، بقى بيظهر لك مستوى الصوت بتاع الموبايل. بمعنى لو عايز اعلي الصوت بص كده بيزيد معايا ازاي، عايز اوطي الصوت بص الصياعه يا جدعان، اعلي تاني تحفه يا جدعان. الفكره دي جامده فشخ. بص وانت قافل موبايلك كده بص انا عارف دلوقتي صوت الموبايل عالي ولا صوته واطي، واقدر اوطيه واعليه واتحكم فيه عادي جدا من غير ما افتح الموبايل اصلا. زي ما قلت لك السوفت وير بقى بيلعب بقى في الاضاءات دي. قبل ما نكمل باقي التفاصيل انا عايز اقول لك ان الهول بانش هنا اتنقلت في نص الشاشه، وده طبعا عكس ناثينج فون 1 اللي كانت الهول بانش بتاعته في جنب الشاشه. الهول بانش بقت سيمتريه جدا دلوقتي. خلي بالك الموبايل كمان حجمه كبر، الشاشه هنا كانت 6.5 انش في الموبايل القديم، اما في الجديد بقت 6.7 انش، حجم اكبر كمان من الموبايل القديم. من ضمن بقى حوارات السوفت وير خلينا نتكلم عنها دلوقتي، عندك كمان الجلاف تايمر. فكره انك ممكن تظبط تايمر عندك هنا كده وبعدين تحط الموبايل على ظهره، هتلاقي التايمر بدا يشتغل معاك، وكل ما الوقت يقل هتلاقي الاضاءه دي بتقل كده معاك عشان يعرفك ان التايمر هيخلص. طبعا ميزه زي دي برده حلوه قوي انها اضافت للجلاف بتاع الموبايل، ميزه قويه جدا في الموبايل. بص هو عمال يقل اهو. عندك كمان الجلاف بروجريس، ودي فكره صايعه جدا برده، بس لحد دلوقتي اللي اشتغلوا معاهم فيها اوبر. فكره ان انت ممكن تطلب عربيه اوبر مثلا ولا حاجه، والكابتن يكون قدامه مثلا 5 دقائق ولا حاجه، فهتحط موبايلك على ظهره كده وتشغل الاوبشن ده، هتلاقي ان الوقت اللي هيجي لك فيه الكابتن بيبدا يقل معاك برده بالال اي دي، فتبقى عارف فاضل قد ايه وهكذا. برضه حاجه زي دي صايعه جدا، ومثلا لو اتضافت بقى في ابلكيشنز زي طلبات مثلا. وعندك طبعا التشارجنج ميتر لما توصله بالموبايل كده هتلاقي ال اي دي اللي ورا ده بيبدا يعلى ويوطى معاك على حسب الشحن. دي طبعا كانت موجوده في الناثينج فون 1 وموجوده برضه لسه في ال2. من التغييرات اللي لاحظتها وانت بتصور فيديو مثلا في الموبايلين، في القديم كان عندك هنا كده دايره بتاعت الريكوردنج دي، في الجديد بقى شرطه بتبين لك ان انت بتسجل فيديو يعني. حوار جامد برضه ضافوه هنا هو فكره الكومبوزر، ان انت تقدر تعمل لك رينج تون مخصصه ليك انت يا معلم، حاجه انت اللي هتظبطها بالاضاءات الموجوده ورا. بمعنى خلينا نجرب كده، مثلا الصوت ده الصوت بتاع الجزء اللي ورا،
دول كده ال5 اجزاء اللي تقدر تتحكم فيهم، تمام؟ فخلينا نعمل رينج تون دلوقتي كده مخصصه لينا احنا. هنجرب مع بعض مثلا ايه كده. حلو حلو، استنى هنسجلها بقى ماشي. هندوس على الزرار الاحمر اللي هنا ده. ما ظبطتهاش قوي بس قشطه، تعالوا نسمعها كده. بص شغاله ازاي. تنفع نغمه الموبايل. هقوم مسيبها من هنا كده، هعمل سيف وهسميها مثلا حكيمو. هخليها رنه موبايلي خلاص. هاجي هنا كده على الرينج تونز. طبعا عندهم هم النغمات بتاعتهم جاهزه، بس انا عايز اضيف بتاعتي يعني. في الجراف كومبوزر هضيف بتاعت حكيمو دي. عجباني الصراحه انها ترن كده. من ضمن برضو اوبشنز السوفت وير الرايقه اللي ضافوها هي فكره النوتيفيكيشنز. بقى عندك تحكم ان في بعض الابلكيشنز يبقى ليها جلاف معين لما يجي لك منها نوتيفيكيشن. يعني مثلا على سبيل المثال انا هنا مخلي انستجرام ويوتيوب لما يجي لي منهم نوتيفيكيشن هينور بس الجزء ده من الموبايل، وانت حاطه كده لما الجزء ده ينور تعرف ان يوتيوب او انستجرام اللي جالك منهم النوتيفيكيشنز، فاهم؟ يعني الابلكيشنز المهم بالنسبه لك بيعلمها بالحركه دي، عكس النوتيفيكيشنز الثانيه اللي من باقي الابلكيشنز الثانيه. الناثينج او اس 2 طبعا ضافوا فيه حاجات كتيره قوي وفيتشرز كتيره قوي، من ضمنها الويدجتس. بص الساعه، التاريخ، السماعات بتاعتي بالمناسبه طبعا دي الناثينج اير 2 الجديده، عملنا لها فيديو شورت برده هينزل على يوتيوب ونزلناه على انستجرام وكذا لو عايز تروح تشوفه. السماعات الجديده دي انا موصلها بالموبايل، هي ظاهره عندي هنا كده، وممكن لو شغلتها بص كده بيظهر لي هي كام في الميه بطاريتها وهكذا. ممكن اخش على طول العب فيها في الابلكيشن بتاع السماعات نفسه، اقدر اتحكم بقى في كل حاجه. وقلنا الفيتشرز دي كلها في فيديو الشورت، ممكن تبقى ترجع تشوفه تاني، فيها فيتشرز كتيره جدا وايكولايزرز وحاجات. فكره الويدجتس دي مخليه الموبايل تجربته مثاليه يا جماعه. ثيم مونوكروم كده اللي هو لون واحد لكل الابلكيشنز بتاعت الموبايل، ما عدا طبعا الابلكيشنز الخارجيه اللي انا محملها يعني، انما الابلكيشنز بتاعت الموبايل كلها بلون واحد مونوكروم. وعندك اوبشن انك تخفي اسماء الابلكيشنز نفسها، فيفضل عندك الديزاين شكله جامد قوي كده زي ما انت شايف، بدل نعكشه الالوان الموجوده في اي موبايل تاني. يعني مثلا لو فتحنا الناثينج فون 1 هتلاقي نعكشه الوان، عكس الناثينج فون 2 كده. بص الدنيا عامله ازاي، المونوكروم ديزاين. والافتكاسات اللي بيعملوها في السوفت وير دي هي اللي بتحلي الموبايل. عارف انت اللي هم احنا هنستخدم اندرويد عادي ولكن هنحبب الناس في الاندرويد. الكاستمايزيشنز هنا خلينا نخش على وول بيبر، هتلاقي عندك وول بيبرز كتيره جدا اتضافت هنا من السوفت وير. خش على اي فولدر من دول هتلاقي كل دي صور متوفره من السوفت وير، وكلها بكواليتي عاليه جدا، وكلها بتتحرك معاك بقى وانت بتتحرك. بص كده يعني مثلا لما اعمل كده هتلاقي الخلفيه معاك بتتحرك. بص كده اي حاجه شكلها حلو على الموبايل بتمشي معاه مع الديزاين المونوكروم ده، جامد قوي. بص السوفت وير نفسه عامل ازاي، بص بفتح انغامي ازاي، بص باجي اقفل بتقوم نازله تاني في الويدجتس ازاي. بجد يا جدعان لاعبين في السوفت وير بطريقه عجباني قوي يعني. انا عاجبني قوي الديزاين بتاع الموبايل، سواء ديزاين الظهر او ديزاين الوش نفسه. فكره ان هم حطوا الهول بانش في النص دي نقطه بنت لذينه بالنسبه لي. الديزاين السيمتري بيبقى احلى، الاداء هنا اتحسن كتير جدا، بروسيسور اقوى. هنتكلم عن كل ده في الريفيو الكامل للموبايل، بس محتاج كام يوم كمان اجربه كده وهينزل لكم الريفيو الكامل ليه. هو بيجهز يعني وهينزل على طول ان شاء الله. هنتكلم بقى فيه عن كل حاجه تخص الموبايل ده. التحسينات بقى بتاعت البروسيسور والكاميرا، الكاميرات هنا حصل فيها تطور رهيب، البطاريه وكل حاجه هنتكلم عليها في الفيديو الكامل للموبايل ده. فاتاكد انك تكون عامل سبسكرايب ودايس على زر الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان يوصلك نوتيفيكيشن اول الفيديو ده ينزل على يوتيوب. وعشان انت اخويا ومكمل الفيديو لحد دلوقتي فانا هقول لك سعر الموبايل ده هيكون كام رسمي. زي ما قلت لك الموبايل ده مش فئه متوسطه، لو عايز موبايل فئه متوسطه من ناثينج فعندك الناثينج فون 1. الناثينج فون 1 يا جماعه سعره هنا في الامارات مميز جدا، لحد دلوقتي تقريبا 1200 درهم او حاجه، تعرف تجيبه كموبايل فئه متوسطه. اما الناثينج فون 2 فزي ما قلت لك هو يعني زي فلاج شيب او فلاج شيب كيلر، يعني هو بيلعب مش في سعر الفلاج شيبس تماما، مش غالي قوي زي الايفون 14 برو ماكس والسامسونج اس 23 الترا والحاجات دي، ولكن هو سعره اللي هو ايه فوق المتوسط. سعر الموبايل ده في الامارات للنسخه ال 12 256 2499 درهم، يعني بالدولار حوالي 684 دولار، والنسخه ال 12 512 من الموبايل ده سعرها هيكون 2799 درهم، يعني اغلى تقريبا 300 درهم من النسخه الاقل. هما النسختين دول هيكونوا متوفرين هنا في الامارات وموجودين في السعوديه، وهتلاقيهم في اغلب دول العالم فعلا دلوقتي. خلاص هيبدا بيعه رسمي، تقدر تشتري الموبايل ده من يوم 21 يوليو 2023 السنه اللي احنا فيها طبعا، وهتلاقيه بقى على امازون وشرف دي جي وفيرجن ميجا ستور وجامبو والاماكن دي كلها، هتلاقي عندهم الموبايلين اصلا كده كده. المهم ان الفيديو ده هيكون فيه جيف اواي على سماعه وايرلس. هتلاقي شكل المربع ده اتكرر 13 مره في الفيديو، كل اللي عليك انك هتكتب لي كومنت تقول لي فيه المربع الاول ظهر في الدقيقه كذا الثانيه كذا، المربع الثاني الدقيقه كذا الثانيه كذا، وهكذا ال 13 مربع كلهم. وبعد ايام من نزول الفيديو ده هنطلع لايف نسحب الفايز بالجيف اواي دي، فالحق تجاوب على السؤال وتاكد انك عامل لايك للفيديو وعامل سبسكرايب للقناه، لاني بتاكد من النقط دي لو حد كسب، ولو ما كانش عامل لايك للفيديو ومش عامل سبسكرايب فهو مش هيكسب الجيف اواي. واستنوا جيف اويز اكتر كده كده ان شاء الله الفتره الجايه. بس يا جدعان دي كانت الاختلافات الظاهريه ما بين الناثينج فون 1 والناثينج فون 2. زي ما قلت لكم استنوا ريفيو كامل مفصل عن كل تفصيله في الموبايل، البروسيسور بقى والكاميرات وكل حاجه قريب جدا في خلال ايام بسيطه، فيا دوبك يعني نلحق نجهزه. وبس كده يا جماعه، تنسوا ترجعوا تشوفوا اللايك كبير، ولكن على خير فيديو جديد. بيس.